الناس المتحمسه فرده شعرك كده ازاي، ما فيهوش هيشان. بصوا انا عايزاكم بس تبصوا، مش ملزق نهائيا. اللمعه دي ازاي؟ بس انا قافله اللايت خالص، قافله النور، ولا شايفين هيشان، واللمعه التحفه دي ومش ملزق. عملت شعرك كده ازاي؟ انا جايه اقول لكم ان انا بجد بشكر نادية رمزي ملكة المنصورة. طبعا اللي يعرفني عارف ان انا من المنصورة، ملكة المنصورة عموما. بجد شايفين شعري؟ لا بجد على الحلاوة. عمري ما استخدمت حاجة تخليه مش ملزق وتخليه مش هايش وتخليه في اللمعة التحفة دي. بصوا شعري من ورا. فاللي منتظر الحل يقول لي عشان انزلكوا ستوري. بتستخدمي ايه لشعرك؟ شعرك طول ازاي؟ شعرك بقى ناعم ازاي؟ شعرك بتعمليه فين؟ انهي صالون؟ طبعا انا مش محتاجه اطلع اتكلم عن نادية رمزي، مش محتاجه اصلا اطلع اقول اي كلمه عنها ولا اقول لكم هي ايه وايه وايه، لان طبعا اهل المنصوره عارفين ان دي كنز ليهم. وعايزه اقول لكم ان نادية بتوصل لاي مكان في مصر، اي مكان في مصر، مش المنصوره فقط، مش عشان هي من المنصوره فهي بتوصل اي اوردر. المنصوره بتوصل لاي مكان في مصر. عايزه تجيبي بيبي ليس، عايزه تجيبي اي فرشه، عايزه تجيبي اي استشوار، اي بيبي ليس، رش برش، اي حاجه، اي براند عندها مستورد بالضمان بتاعه. بتجيب لك اي حاجه انت عايزاها تخص البيبي ليس او تخص الاستشوار او تخص اي فرشه للشعر من بره مصر، هي ممكن تجيبها لك عادي جدا. اي حاجه انت عايزاه. عايزه اقول لكم ان نادية رمزي انت تصوري لها شعرك وتعرفيها ايه هو شعرك، وهي هتقول لك ايه اللي ينفع لشعرك وتجيبه لك تحفه. طبعا اهل المنصوره عارفين مين هي نادية رمزي. دي اشهر واحسن حد ممكن تتعاملوا معاه على اي حاجه تخص البيبي ليس، الاستشوار، المكاوي. احلى براندات واحلى حاجات مستورده انا هتشوفها. ده الاستشوار اصلا جايباه منها، بقاله عندي حوالي اسبوعين 3. انا ما بستعملش غيره بمعنى الكلمه. انا ركنت كل حاجه عندي ما بستعملش غيره. طبعا كلنا عارفين براند بيبي ليس، ده معروف جدا جدا جدا. تمام، تعالوا بقى نتكلم عن الاستشوار التحفه ده. انا بستعمله بحطه في الكرتونه لان انا بحب احافظ على حاجتي جدا. لسه واخده شاور. انا عايزه اقول لكم ان ده 2100 واط، دي بتتشال. غير بقى ان هو فيه سخن وبارد. تمام كده بارد كده. احنا هندوس هنا ده البارد ده عشان ينشف شعرنا. تمام. وده اللي هنا ده السخن. في 3 مستويات للحراره. في عايزه اقول لكم في سخن وبارد. بصوا ده السخن عشان نفرد بيه الشعر عموما. انا عايزه اقول لكم ده احلى استشوار انا استعملته في حياتي بمعنى الكلمه. انا جايباه من نادية رمزي، احسن حد انت ممكن تتعاملي معاه. تعاملي بقى معاه جمله، انت عروسه، انت بتجهزي، اي كان انت ايه. بجد بجد احلى استشوار. تعالوا ننشف سوا. يعني انا كده كده انتوا عارفين ان انا ما بطلعش اتكلم على حاجه غير عن استعمال شخصي. ده غير ان انا هنشف قدامكم واوريكم، غير ان انا عمري ما احط حاجه على شعري او اطلع اتكلم عنها. وانا طبعا بعالج شعري وكله شاف النتيجه ان انا شعري طول وشعري اتعالج عن زمان جدا. فتعالوا نشوف سوا واحنا بننشفه. النتيجه ان انا شعري طول وشعري اتعالج عن زمان جدا. فتعالوا نشوف سوا واحنا بننشفه وبالمره نتكلم عنه. انا بنشفه معاكم. انا عايزه اقول لكم ان شعري في اقل بمعنى الكلمه من دقيقه ولا دقيقتين بدا ينشف. انا مورياكم، يعني انا مورياكم كل حاجه قدامكم، ولا فصلت الفيديو ولا منتجت اي حاجه. انا طالعه بوريكم
اللي انتوا شايفينه بعينيكم، انا بوريكم انا بعمل ايه قدامكم، ولا اقص حاجه ولا اعمل حاجه، انا بنشف قدامكم شعري. بجد انا عايزه اقول لكم ان هو قوي جدا في التنشيف. ثانيه يا مي، انا بوريكم قد ايه الحاجه حقيقيه. حاضر يا مي، الحاجه حقيقيه قدام عينيكم، بنشف قدامكم، بعمل كل حاجه قدامكم. تعالوا بقى اكلمكم على كل حاجه تخص الاستشوار ده. حبايب قلبي، انا مش عامله شعري في صالون، ولا انا عاملاه ترميم، ولا عاملاه بروتين، ولا عاملاه اي حاجه. انا الفكره كلها ان انا معايا الاستشوار بيبي ليس ده، براند بيبي ليس جايباه من ناديه رمزي، اشهر واحسن حد في المنصوره كلها. وطبعا التوصيل جميع المحافظات جميع المحافظات جميع المحافظات. عايزه اقول لك ان هو اقل من اسبوع هيكون عندك عروسه او مخطوبه او اي كان. انا جايبه لكم فيديو وسايبه لكم وانا بنشف شعري من بعد ما طلعت من الشاور. في ثانيه شعري بقى كده، يعني ولا من غير حراره، ولا بقى بدوس بالبيبي لسه على شعري، ولا بعمل اي حاجه من دي. ده انا مجرد اهو شعري لسه من ورا مبلول من قد اهو. انا مجرد ان انا بنشف شعري بالاستشوار البيبي ليس اللي انا جايباه من عند ناديه رمزي. اول حاجه 2100 واط، تاني حاجه في 3 مستويات للحراره، في سخن وفي بارد. ده انا كده كده سايبه لكم كذا ستوري في كل حاجه، في 3 مستويات للحراره، في سخن وفي بارد. ده انا كده كده سايبه لكم كذا ستوري في كل حاجه تخص الاستشوار التحفه ده. طبعا لو انت شعرك كيرلي او اي حاجه من دي وعايزه تنشفيه او تعيدي عليه او تعملي اي حاجه، فاحنا معانا للشعر الكيرلي، ومعانا لجميع انواع الشعر. لسه هنشف شعري قدامكم وهوريكم. انا لسه هنشفه من ورا. انا الفيديوهات اللي فاتت كلها والاستوريهات كلها اللي انتوا هتشوفوها بدات انشف شعري قدامكم، بس ما كنتش نشفته من ورا. انا بنشفه حاليا معاكم. انا عايزه اقول لكم ان السعر عند ناديه رمزي ما يتوصفش. عايزه اقول لكم ان هي بتجيب اي حاجه تخص الشعر، استشوار، مكوى، بيبي ليس، فرش، اي حاجه تخص الاستشوار، جميع البراندات اللي انتوا عايزينها وشفتوها بره او شفتوها في فيديوهات او بتشوفوا حاجات في الفوريو وانتوا بتقلبوا، ابعتوا لها وهي تجيب لكم اي نوع، اي حاجه انتوا عايزينها هتجيبها لكم من بره مصر. هي اصلا ما بتشتغلش غير في المستورد ده، غير ان اي حاجه هي بتبيعها عليها الضمان بتاعها، وطبعا سعرها حلو قوي 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 قوي. ولو طلبتيها من اي حته تانية عايزه اقول لك ان السعر هيصدمك. يلا ننشف. تخيلوا دي نتيجه شعري، مجرد بس ان انا نشفته بالاستشوار. يعني كمان ما عملتوش استشوار ولا جبت الفرشه، بس ان انا نشفته بالاستشوار. يعني كمان ما عملتوش استشوار ولا جبت الفرشه ولا فردت ولا اي حاجه. انا مجرد ان انا خدت شاور ونشفته. واللي يدل عن النتيجه انا سايبه لكم السوري كامل مورياكم فيه اللي انا عملته في شعري. بصوا لدرجه ان لسه مندي من ورا اهو، لسه باين ان هو في ميه اهو من ورا، لسه ما نشفتوش من ورا. انا بوريكم بس الشكل النتيجه ده، مجرد بس ان انا عملته استشوار. لو انت شعرك كيرلي الديفيوزر ده عشان الشعر الكيرلي، مش عارفه ده اسمه بالظبط ولا ايه، بس ده للشعر الكيرلي. ده طبعا احنا بنستعمله المواد ده عشان المواد ده الوحيده فينا اللي شعرها كيرلي. يا جماعه لا، انا كده ومنشفه شعري، مش عاملاه حتى استشوار. ده انا منشفاه بعد الشاور. ايه الفرد اللي مش طبيعي ده؟ يعني ايه ده؟ انت لو شعرك اصلا ناعم، مجرد ان انت نشفتيه، انت مش محتاجه تروحي كل يوم صالون، مش محتاجه تدفعي المبالغ دي. يا جماعه الاستشوار ده سحر.